وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، في فيديو جديد بحول الله. اليوم غادي نوجد معكم زلابية البنان أو زلابية أو شباكية أو كل واحد كيف كيسميها. كتجي مقرمشة من برا ومعلكة من الداخل. إن شاء الله غادي نعطيكم كل الأسرار ديالها باش تنجح معكم وباش ما تفرتت لكمش في المقلة وباش ما تجيكمش قاصحة بزاف. كتشاهدوا كتجي مقرمشه من برا ومعلكه من الداخل، كتجي بنينه، يعني زدت لها واحد المنسمات فهي كتجي رائعه. فنتمنى تعجبكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا جوج ديال الكؤوس ممسوحين ديال الدقيق بعبار كاس العنبه. كنحتاجوا ربع كاس ديال السميد الرقيق كنديروا به الحرشه. كنحتاجوا ملعقه ديال النافع يكون مطحون رقيق. كنحتاجوا نصف ملعقه ديال القرفه وربع ملعقه ديال الملح. كنخلطوا النواشف بوحدهم. كناخذوا واحد الكاسرول كنديروا فيها جوج الكؤوس ديال الماء بعبار كاس العنبه. كنديروا فيها ربع كاس ديال الزيت النباتي. كنديروا ملعقه ديال ماء الزهر، ملعقه كبيره ديال العسل. كلشي كنحطوا على نار متوسطه. كنخليوه حتى كيغلى، حتى كيبدا يدير الكشكوشه كيغلى. كيف كتشاهدوا كنطفيو البوطه، حتى كنطفيو البوطه، هذا هو السر. حتى كنطفيو البوطه، ما كنخليوهاش شاعله وحنا كنخلطوا. حتى كنطفيو البوطه وكنضيفوا الدقيق، كنبقاو كنخلطوا بالزربه وحنا كندعكوه باش يتخلط لنا الخليط ودوك ما بقاوش عندنا الحبيبات ديال الدقيق وما تجيناش يابسه. فهاد العبار اللي عطيتكم مضبوط، ما كتجيش جاريه بزاف وما كتجيش قاصحه بزاف، حيت حتى الا كانت جاريه فهي كتفتت معكم ما تصدق لكمش. ولا كانت قاصحه فهي الا يعني خليتوا العجينه قاصحه فهي فاش كطيب كتبقى قاصحه من برا ومن الداخل. كنبقى كندعك فيها بالملعقه الخشبيه حتى كتمتزج. كيف كتشاهدوا معنا يعني عجينه اللي هي متماسكه في نفس الوقت رطبه. فهنا في هذا الاثناء كنقسم العجينه على زوج. كنغطي النص بالسلوفان وكنردو في نفس الكاسرول اللي كتكون محلها سخونه باش ما تبرد لناش في الساع. وكناخذ النصف الثاني كنديروه في البوش بحال هكا وفي دوك السنينات. كنبقاو كندفعو، ضروري خصنا ندفعو بالجهد لانها شويه كتبغي شويه ديال كتكون واعره شويه في الخدمه. كنبقاو كنشكلهم هكا، نحاول ما امكن نشكلهم يكونوا ماشي كبار طوال بزاف وماشي قصيرين بزاف، متوسطين في الطول. وكذلك نحاولوا اننا نديروهم كاملين نفس الحجم باش يجيونا زوينين حتى في التقديم. فهنا كنبقاو مستمرين كندفعوا العجينه وكنقطعوا بصبعنا. كيف قلت لكم نحاولوا ما امكن نديروهم بنفس الطول. هنا العجينه انا صبرت عليها تقريبا شي ساعه حتى يبست، يعني حتى نديرها في المقله. داك الخطوط كيبقاو هما ما كيطلعوش. فموراها كنقليوها مباشره، يعني مور ما نصبروا عليها ساعه حتى تجف وكنقليوها. فالسر الثاني باش انها ما تحلش لينا في المقله، خص الزيت تكون حاميه والبوطه تكون مجهده. فإلا درناها على الزيت تكون اللي هي بارده وبوطه اللي هي ناقصه فهي غير نحطها في المقله غادي تحل، غير نحطها في المقله غادي تحل. فهنا انا مجهده البوطه وخليت الزيت حتى سخنت مزيان ورميت فيها واحد القطعه ديال العجين، ويعني كي رميتها كشكشت طلعت ديريكتومون الفوق صافي تما كتكون حاميه. فكنحطوها وما كنخدشوش فيها، ما كنحركوهاش ابدا، ما تخافوش انها تلصق ولا ما كتلصقش. كي نحطوها كنخليوها فحتى كنشوفوا اللون ديالها بدا كيولي شويه كيعطي اللون الذهبي، فتما كتكون طابت. كنقصوا البوطه، ماشي كنقصوها بزاف، يعني نار متوسطه. كنقصوا البوطه على نار متوسطه كنكملوا القليان ديالها باش هكذا طيب معنا مزيان حتى من الداخل، ما طيبش من برا تحرق معنا والداخل تبقى معجنه. نتمنى انكم تكونوا يعني تاخذوا معايا نفس كل الخطوات اللي كنقول لكم. انا هنايا حاولت انني نسرع الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف، ولكن ما قطعتش، يعني خليت الخطوات كلها كما هي باش هكذا تحاولوا ما امكن يعني تنجح معكم 100%.
فانا كنحركها يعني كنقلبها شويه بشويه، كنستناها حتى كطيب على خاطرها وكتاخذ اللون المطلوب. ومن بعدها مباشره كنصفيها من المقلاة وكنديرها في العسل باش تشرب لي العسل. بعد ما نحط هذه في العسل فكنولي كنجهد البوطه، كنصبر شويه عاد كنرمي الحبات الاخرين، لانه كتكون الزيت هنا كتكون شويه فاتره ما كتكونش سخونه كما قلت لكم. يعني هنا فين حطيتها لهي في العسل كنجهد البوطه، كنصبر واحد شويه واحد دقيقه على ما تزيد يعني الزيت تحمى مزيان، وكنرمي الحبات الاخرين اللي عندي. فكنبقى مستمره هكذا حتى كنكمل كامل الكميه. وصدقوني ما غاديش تحل معكم في المقلاة. فانتم كيف كتشاهدوا ما قطعتش الفيديو، ما حيدتش لقطات، فقط قمت بالتسريع ديال الفيديو باش هكذا تستافدوا اكثر. فاش كتاخذ كيف قلنا فاش كتاخذ اللون الذهبي فحنا كنقصوا البوطه المتوسط وكنقليوها عادي باش طيب معنا مزيان. فالزلابيه الاخرى فاش كنشوفوها تشربات لينا العسل كنشدوها كنديروها في شي صفايه اللي كتقطر لينا العسل اللي كيكون فائض. كنبقاو مستمرين هكا. عمليه سهله ونتمنى انها تجيكم سهله. فهي ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه، فقط تبعوا النصائح اللي في الفيديو. فدوك المنكهات اللي ضفنا لها فهي كتجي روعه في المذاق. فجربوها اكيد ولادكم غادي تعجبهم 100%. فانتم كيف كتشاهدوا اللون ديالها كيف كيجي، يعني روعه. فكنرحب بكل مشاهدي الجدد. ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر للاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله، ولايك الفيديو اذا عجبكم طبعا. فانا غادي نبقى مستمره هكذا وكنديرها تكثر من العسل، وكنقوم بالتزيين يعني كيبقى اختياري الجنجلان. نقوم بتزيين الطرفين ديالها بالجنجلان باش هكا حتى الا كان شي عيب ولا كندركوه. فهي كتجي رائعه يعني صدقوني. نتمنى انكم تجربوها وتردوا علينا في التعاليق. انا متاكده انها غتنجح معكم من المره الاولى، صدقوني ناجحه 100%. كيف كتشاهدوا كتجي مقرمشه من برا وكتجي يعني معلكه من الداخل، كتكون شاربه العسل ومعلكه. فانتم كيف كتشاهدوني واخا كنبركي عليها فهي بصح كتهرس. وكنرحب بكل الضيوف الجدد اللي التحقوا بنا في القناه. ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولايك الفيديو طبعا اذا عجبكم. كيف كتشاهدوا معنا اليوم غنصاوب معكم عسل اللي كيجيو رائع في المذاق وفي الملمس، وكيبقى يعني مده طويله، مده عام ما كيتحجرش، كيبقى هو والمذاق ديالو روعه. كيجي بحال العسل اللي كنشريو من المحلات التجاريه وكيكون بثمن باهظ. ندوزو المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. عندنا 2 كيلو ديال السكر سنيده او السكر قالب اللي عندكم. كناخذوا اطرو ديال الماء، اطرو كامل كنقصوا منه 2 ديال الكيسان. دوك 2 ديال الكيسان غادي نبدلوهم بكاس واحد ديال عصير البرتقال، نصف كاس غادي يكون ديال عصير الليمون، ونصف كاس الاخر غادي يكون ديال الماء زهر اللي غادي نضيفوه في التالي بعد ما طيب لنا العسل. هنا كيف كتشاهدوا معنا كنشدوا القرعه، كنخوي فيها ديك الكاس ديال عصير التشين، وكنضيفوا عليها نصف كاس ديال عصير الليمون. فكيكون عندنا اطرو يعني اطرو قل داك الربع الكاس ديال الماء زهر اللي غنضيفوه في التالي. فالمجموع يعني غيكون عندنا اطرو كامل مع 2
كيلو ديال السكر سنيده او ديال السكر القالب كما كان. فهنا كنضيفوا دوك القشور ديال الليمون وديال البرتقال، ما كنرميوهمش. كنديروا داك العود ديال القرفه، وكنديروا ديك الزهره ديال اليانسون، كنخليوها كنحطوها فوق البوطه، كنجهدوا عليها. من بعد ما كتبدا كتغلي كنقصوا عليها، كنعاودوا كنأكد كيخص البوطه كتكون ناقصه بزاف، بلا ما نغطيوها وكنخليوها طيب. انا هنا خدات معايا الوقت ساعه و15 دقيقه على النار اللي هي مهيله بزاف، نار ناقصه. كنأكد عليها باش ما تحرقش معنا العسل ويمشيو لنا المقادير باطل. هنا من بعد ما كانت تفوت يعني مده ساعه كنشوفوا انه يعني البرتقال تغير اللون ديالو، بدا كيتعسل. الليمون كذلك كنشوفوا القشره ديالو بدات كتعسل. هنا فاش كتاخذ معنا هذا اللون هذا، انا نسيت ما صورت لكمش اللحظه فاش درت ما زهر، حتى درتو عاد تفكرت. فهنا فاش قبل 5 دقائق يعني درت ما زهر، يعني غير عليها وطفيت. هذا هو اللون وهذا هو القوام المطلوب. ما نزيدوش نطيبوها على هكا حيتاش غتحرق معنا. ما درناش فيها الاتاي او شي حاجه اخرى ملونه اللي غادي تعطيها لون بلا ما طيب، فهي طابت، وهذا اللون كيأكد على انها طايبه 100%. فكما قلت قبل ما نطفي عليها ب5 دقائق ضفت ما زهر، هو كمرحله اخيره كنديروا ما زهر 5 دقائق كنطفي عليها. هنا من بعد ما دازت ماشي ليله كامله، يعني على حسب التصوير خليتها غير واحد 6 السوايع، فهذا هو القوام ديالها. فما حتى هي يعني كتخليوها وهي كتزيد تتقال، فهذه يعني كتكون زوينه على حسب الشباكيه والمعسلات. فالعسل شحال ما كان ثقيل كيلصق معنا في المعسلات ديالنا، كيشد فيها مزيان. فالشباكيه فاش كتكون يعني مجعبه ومنفوخه فهو كيدخل في دوك التقابي ديالها وكيبقى ماشي بحال العسل اللي كيكون جاري، فواخا كديريه فيها كيولي كيهود. فمن الاحسن شحال ما كان العسل عندكم ثقيل كينجح معكم مزيان في المعسلات. فهاد العسل كنأكد لكم انه ما غاديش يولي يتحجر معكم، ولو كيجيب مده ديال عام كتكونوا محتفظين به في قرعه ديال الزاج، كتحطوه فوق المطبخ او في بلاكار وكتستخدموه فوق ما بغيتو. فالبنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شهيه طيبه وبصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله اللي غنصاوبوا فيه الشباكيه باذن الله.